يا مساء الفل، ما تيجوا كده نعمل الوافل ده ونشوف طريقته. ويبقى كده مليان شوكولاته قنبله سعرات من غير اي تعقيدات، طريقه كده هاديه وبسيطه. نستخدم بوله واحده وما فيهاش بقى نضرب بيض البيت لوحده والحوارات دي كلها. عندنا بيضه نكسرها عادي هننزل بيها، وبعدين انا متوفر معايا فانيليا سايله، هنزل بثلاث نقط فانيليا. انتوا عندكم فانيليا باودر مفيش مشاكل استخدموها. هننزل بكوبايه لبن، وبعدين هننزل بعد كده بمعلقتين زبدة كبار سايحين. تمام، انا زبدة وسيحتها في الميكرويف. عايزين تستخدموا الزيت استخدموا الزيت، بس الزبدة بتدي تيست للعجينة الوافل، تيست جميل جدا، وبتديله كده يعني طرية، بتطلع عجينة حلوة قوي. تمام، وهنضرب بقى المكونات دي كلها السايلة مع بعض كده كلها كويس قوي. بعد كده هنقوم نازلين بقى بالمكونات الجافة بتاعتنا، وهي معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة سكر، ورشة ملح، وكوبايتين دقيق. تمام. معلومة كده على الماشي كده وانا بحط المكونات قدامكم، ان الوافل انا هعمله في قوالب سيليكون، وقوالب السيليكون بتطلع نتيجة حلوة جدا في الفرن، هي بتاخد وقت. تمام، عندك انتي الوافل ميكر اشتغلي عليها بالعجينة اللي هنعملها النهاردة، مفيش اي مشكلة. تمام، فانتي لو هتعمليه في قوالب السيليكون في الفرن مش محتاج تسخني الفرن قبلها بمدة، يعني ممكن دقيقتين قبلها وخلاص. تمام، هننزل بقى كوبايتين دقيق. بس انا نصيحة انخلوا الدقيق يا جماعة، دخل الدقيق في اي عجين بيخلي العجين حلو قوي، يعني بيخلي العجينة كده شكلها يفتح النفس وما بيبقاش فيه تكتلات، بتبقى حلوة. تمام، فننخل الدقيق، مش هتاخد مننا وقت الخطوة دي، بس يعني هو يا زي ما الكتاب بيقول كده ننخله علشان تطلع الحاجة مظبوطة. وبعدين نبتدي بقى نضرب كويس بقى المكونات دي لغاية ما نتأكد ان التكتل بتاع الدقيق كله راح، ما عادش فيه خلاص. انا عايزة المزيج ده اللي هو اخف من مزيج الكيك كده. تمام، وعندي بقى قالب الوافل السيليكون. المكونات اللي انا قلتها بتعمل، او المقادير اللي انا قلتها بتعمل بالظبط قد 4 وافل زي اللي انتوا شايفينهم دول بالظبط يعني انا مجرد ما مليتهم خلصت خلاص البولة اللي معايا. تمام، فبس وهقوم بقى مدخلاها الفرن، بشيل كده زوايد بس بمنديل كده، واقوم بقى ايه مدخلاها الفرن بتاعي، واسيبها من 15 ل 17 دقيقة، تابعوها على حسب الفرن. دي بعد ما خرجت بقى من الفرن قلبتها على وشها، وبالراحة خالص تحاولوا تفكوا السيليكون كده من الوافل بالراحة عشان الوافل ما يتقطعش منكم. تمام، فاهو انا بفكها واحدة واحدة اهو، بحط ايدي كده واحدة واحدة واحدة، وبعدين بطلعها خالص منها. بس بقى وابتدي بقى التزيين بقى، زينوها بسكر بودرة، بفواكه، بعسل، بميبل سيرب. انا عندي بقى كل انواع الصوصات حطيتها، صوص شوكولاته دارك، صوص كراميل، وكان عندي شوكولاته بيضه عملتها في الميكرويف ونزلت بيها عليهم. بس بقى فطلعوا لي بقى السكر ده القمر ده. بس شوكة وسكينة بقى، وعيشة حياتك كده بالليل، روقانك وفيلمك، وادعيلي. بس عجبكم الفيديو او استفدتوا منه بأي حاجة، لايك وسبسكرايب، واستنوني في وصفات جديدة، واشوفكم فيديو تاني.